السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إحساس كده بيعدي على ناس كتير جدا، تصحى مثلا من نومها تلاقي مفيش طاقة، حاسة بخنقة، كأنها لسه خارجة من حلم تقيل. أوقات بنقوم نلاقي دموعنا نازلة من غير ما نعرف هي نزلت ليه. كل ده بيخلي يا جماعة الواحد يسأل نفسه، يا ترى أنا مالي؟ يا ترى ليه أنا حاسس بالإحساس ده؟ الحقيقة يا جماعة إن القلوب بتتعب، الروح بتشوش من كتر الزحمة اللي جوانا. عندنا زحمة هموم، زحمة تفكير، زحمة ذنوب، زحمة بعد عن ربنا. حتى لو بنصلي بس مفيش وصلة حقيقية. عشان كده أول حاجة تعملها وانت لسه بتفتح عينك، قبل ما تمسك موبايلك، قبل حتى ما تتحرك من نومك ومن سريرك، قول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. يعني إيه؟ يعني يا رب شكرا إنك مديت في عمري، شكرا على النفس اللي بيروح ويرجع، شكرا يا رب إنك اديتني يوم جديد أقدر أبدأ فيه من أول وجديد. وبعدها قول دعاء بسيط جدا بس هيغير كل حاجة: يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وفرج همي، اللهم ارزقني راحة البال. ابدأ بيهم كل يوم يومك، ما تستهونش بيهم. الكلام ده مش روتين، ده أمان لقلبك، صيانة لروحك قبل ما تنزل تواجه الدنيا. لو بدأت يومك كل يوم بالكلام ده هتلاقي سبحان الله قلبك بيخف، نفسك بيرتاح، اليوم بيعدي بأقل خسائر نفسية. مش كل حاجة يا جماعة محتاجة حل، في حاجات كتير جدا محتاجة دعاء، محتاجة هدوء، محتاجة تسليم لله عز وجل. في آخر الفيديو صلوا على من أمرتم بالصلاة عليه. السلام عليكم ورحمة الله.